فتأخير جوازك مش معناه انك تقضي حياتك خدامة لغيرك. تأخير جوازك مش معناه ان فلوسك تبقى مستباحة للجميع. تأخير جوازك مش معناه كسرتك وحبستك والتحكم فيكي. فأي بيت في بنت اتأخر جوازها فمالها مش مال سايب، لأنها ملهاش لا عيل ولا حياة، ودي مش كيان هين عشان يتباع ويشترى فيها وتتجلد بأوامر اللي حواليها. فالبنت اللي اتأخر جوازها دي ضرة البيت ونوره وبركته وخيره. كل اصحابك اتجوزوا وانت لسه، كلهم فتحوا بيوت وانت لسه، كلهم عندهم اولاد يشيلوهم مع الايام وانت لا. الكلام ده واكتر منه بيدور في عقل اي بنت اتاخر عليها جوازها. وانا النهارده مش جاي اطبطب عليكي واقول لك اصبري، لاني عارف كويس قوي قد ايه الموضوع مؤلم، وعارف كمان انت حاسه بايه من وحده ومعافره في الحياه. عارف انك بتحاربي كل يوم لوحدك وبتضحكي وسط الناس وقلبك موجوع، وكل يوم بتنامي لوحدك وبتسالي يا رب هو انا ناقصني ايه. وعارف قد ايه الموضوع ده محسسك انك مش مرغوبه، وعارف كمان ان جزء كبير من وجعك وخنقتك هي في نظره الناس ليكي وضغطهم عليكي وطمعهم فيكي. مجتمع بيحب يصنف ويحط الناس في خانات عشان يرتاح. فتأخير جوازك مش معناه انك تقضي حياتك خدامة لغيرك. تأخير جوازك مش معناه ان فلوسك تبقى مستباحة للجميع. تأخير جوازك مش معناه كسرتك وحبستك والتحكم فيكي. فأي بيت في بنت اتأخر جوازها فمالها مش مال سايب، لأنها ملهاش لا عيل ولا حياة، ودي مش كيان هين عشان يتباع ويشترى فيها وتتجلد بأوامر اللي حواليها. فالبنت اللي اتأخر جوازها دي ضرة البيت ونوره وبركته وخيره. فما يشغلكيش الناس، فما تخليش كلمتهم تسجنك. انت ليه بتهربي انك تبص في عيون الناس؟ فارفعي راسك واوعي تحسي بالنقص. فعمري ما كان تأخير جوازك منقصة. فمريم عليها السلام ربنا اصطفاها على العالمين وهي ما اتجوزتش. وعارف قد انت خايفة من الوحدة والايام، وان الخوف من الوحدة اصعب واقسى من الوحدة نفسها. فعارف خوفك من بكرة وقسوة الايام عليكي لما تكوني لوحدك. لكنك بتنسي حاجة مهمة جدا، بتنسي ان اللي يتولى امرك وانت في بطن امك من غير دخل منك قادر انه يتولى امرك عمرك كله. فاللي عنده اب ما بيخافش، فما بالك بقى باللي عنده رب. فاطمني، فشيلي من راسك فكرة ان مفيش راجل يبقى مفيش سند. فربنا الولي هو احن عليكي من كل اهل الارض. فاطمني. وعشان اكون واقعي، الجواز اضافة صحيح لكن مش ضرورة. ولازم تعرفي ان الجواز ما بيلغيش الاحساس بالوحدة ولا بيدي الاحساس بالانس دايما. فكم من واحدة متجوزة وبتعاني من الوحدة في كل تفاصيل حياتها. فانت بداية راحتك النفسية انك تبطلي تقيسي قيمتك بمعايير الناس. فعمري ما كان الجواز معيار او علامة للانجاز. فبلاش تتعاملي مع العزوبية على انها عقوبة. تأخير جوازك يعني فرصة افضل لاكتشاف نفسك واسعادها. فاستقلي وركزي على علاقتك بنفسك، هتلاقي راحة نفسية اعلى بكتير من اي قالب اجتماعي تاني. فبلاش تضيعي عمرك في انتظار راجل، لكن اهتم بنفسك وبرسالتها. اهتم انك تكتشفي نفسك وتصاحبيها وتتعلقي بربك وتعيشي في لطفه، وانت حاسه ان ربنا بيقولك في كل لحظه تاخير انا مش ناسيكي لكن بعدك وبجهزك، لاني شايل لك خير وسعاده. وان تاخير جوازك ومش بس كده، ده كمان كل حاجه بتحصل في حياتك دي من اختيار ربنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فطمني نفسك وقولي لها ان اللي انا فيه ده من اختيار ربنا. هو ما خذلنيش لكن بيجهزني الفرح يناسبني. فربنا اللي شايف مشاعرك هو احن منك عليكي. وصدقي ان اللي اتجوزت قبلك مش احسن منك، ولا اللي خلفت قبلك مش اكرم على ربنا منك. فلما تصبري اصبري الصبر الجميل اللي فيه الرضا وانتظار فرج ربنا، مش انتظار العريس او البشر. واعرفي ان كل لحظة بتعيشيها من غير ما تحتاجي الا لربنا فدي لحظة عز مش نقص. سلام.